أهلاً فيكم بفيديو جديد من يوميات عائلة أناصالة. رح أعرض لكم بهالفيديو مقتطفات لأنس وأصالة مع أحمد النشيط ورضا الوهابي في قطر. طبعاً بالبداية خبرتنا أصالة وأنس إنه سبب عدم اصطحابهم لميلا ونوى هو إنه السفر هيكون متعب لإلهم وأجواء الملعب هتكون مزدحمة ومتعبة. وحكى أنس إنه ميلا ونوى عند أهله في دبي. وبعد ما شفنا فيديوهات جميلة وحماسية إلا أنه في نهاية اليوم شعرت أصالة بالتعب الشديد بسبب قلة ساعات النوم، وكتبت أنها تعبانة من قلة النوم وأنه الحمد لله على كل شيء. وقطعت أصالة رحلتها من قطر ورجعت على دبي لتصوير شيء مهم، وصرحت أنها ممكن ترجع على قطر ولكن على الأغلب لا، بسبب التعب والإرهاق اللي شعرت فيهم أثناء حضورها للمباراة، والسبب الثاني هو ميلا ونوى تتبقى معهم. رح أعرض لكم الفيديوهات وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اوكي هلا وصلنا على الورلد كاب. يس يا ما عم بقدر اقلب الكاميرا بس ليكوا الناس. عند نشر أنس وأصالة هذه الفيديوهات لم يكونوا التقوا بأسامة، وطبعاً هذا بسبب تصويره لفيديو بمكان آخر، ولكن في الفيديو القادم هعرض لكم لقاء أنس مع أسامة. إذا كنتم مهتمين تعرفوا أخبار عائلة أناصالة أول بأول وتشوفوا صورهم الجديدة تابعوني وفعلوا جرس التنبيهات. شكراً لمتابعتكم وبتمنى لكم يوم سعيد. لا تنسوا اللايك للفيديو وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. دمتم بخير.